الموسيقى في حياتنا. أصبحت الموسيقى تعتبر لغة لفهم الناس فيما بينهم دون كلام. لماذا نحب الموسيقى؟ هل الموسيقى علاج للروح؟ هل الموسيقى تجعلنا هادئين؟ هل الموسيقى تشبه ما في داخلنا؟ أسئلة كثيرة. في فرق بين الموسيقى الصاخبة والموسيقى الهادئة، والتكراري اللي احنا بنسمعه في الموسيقى يخلق فينا إدمان. احنا كثير بنسمع أغاني في كل مكان، في كل محلات، في كل أسواق وباصات. تعتبر هذه الموسيقى جزء من حياتنا، واللي بيحصل في حياتنا بتخلينا حتى بالغصب نسمعها، اللي حتى لو احنا نشي ننام بنسمع ميوزك يا من جيران يا من أي مكان. أوقات الموسيقى بتكون علاجية، وأوقات الموسيقى بتخلينا حزينين، وأوقات الموسيقى بتخلينا نفرح. يعني إحنا اللي بنخلق لأنفسنا المزاج على حسب الأغنية. الموسيقى عميقة والإحساس فيها شيء فطري. الموسيقى علاجية لأصحاب العاهات والشلل، أصحاب الشلل الحركي وأصحاب الشلل الدماغي. الموسيقى أوقات بتحفزهم، حتى اللي عندهم عدم نطق بالكلام، بالموسيقى بنخليهم يعيدوا النغمات والإيقاعات علشان يرددوا معانا بينطقوا. الموسيقى لبعض الرسامين تعطيهم الإلهام والحس الإبداعي. أصبحت الموسيقى متنوعة لكل زمان ولكل مكان. الموسيقى لكل جيل مختلفة. الخلاصة، الموسيقى شيء عالمي للمدى البعيد. عارفين حتى الحيوانات لو سمعت الموسيقى وكررت الميوزك أمامها ترقص وتغني مع الإيقاع من آلاف القرون. حتى الفلاحين اللي ما درسوش كانوا يستمعوا زمان ويغنوا لما يزرعوا ويحصدوا. إن كان في الريف أو في المدينة أو في كل مكان، حتى في بيتك، الموسيقى مهمة، بس مهمة بإدراك وفهمها. الموسيقى شيء جميل إذا مارسناها بشكل صح لإنجاز شيء مهم في حياتنا بشكل إيجابي. معكم أنا حنان الورد في بودكاست أسلوب حياة. إلى اللقاء.